هو الزمالك هيروح مننا فين؟ ان شاء الله الماتش الجاي هنلبه. النهارده مصمم، لولا ان دونجا اتصاب ما كنتش هتطلعه، لولا ان عبد الله السعيد يعني كل كره مقطوعه واقرا على الشاشه يقول لك عبد الله السعيد جاله 66 كوره، البساط الصحيحه والمظبوطه والمعرفش ايه 65. الله، ده مش عارف يوقف الكوره يا جدعان. الشوط الاولاني هو ولا دونجا. ايه الاحصائيات دي؟ هو عشان يمسك الكوره ويلعبها اللي جنبه يبقى ده باص صحيح؟ ولا الباص الصحيح اللي هو بيعمل لك كوره طويله، بيعمل لك اسيست، بيعمل لك تغيير ملعب من اليمين للشمال عشان الراجل يعمل كروس؟ هي دي الباصات الصحيحه او الاسيستات الصحيحه. انما يقول لك الاستلام مش عارف 66 كره استلامها، الصحيح منه 65. ازاي يا جدعان؟ واحنا ما بنشوفش يا جدعان؟ سواء هو ولا عبد الله السعيد ولا فانت مفروض يا عم، انت الشوط الاولاني بدات لقيت فرقتك فرقه شركات، ابدا غير. بيكسف يغير قدام الناس. مش جايب غيارات، مش جيب مقفول زي ما مودرن سبورت لعبت قدام النادي الاهلي. ولكن العبقري اللي ماسك نادي الزمالك، على فكره الاثنين مدربين سواء بتاع الاهلي او بتاع الزمالك على باب الله، والله العظيم اتنين مدربين على باب الله. لانك انت الماتش اللي فات كسبت يا عم معتز اينو بسبب انك الشوط الثاني في اخر نص ساعه عملت تغييرات اللي هو سيف فاروق جعفر ومش عارف عبد الحميد معالي ولعيبه المقاولين، وكانوا نازلين ان هم عايزين يكسبوك. لما انت غيرت الواجهه بتاعت العواجيز اللي سايبهم في نص الملعب اللي بيلعبوا، اقسم بالله لعيبه شركات. يعني اللي انا شفته النهارده وشفت الماتش اللي فات، الاثنين دونجا وعبد الله السعيد ما لهمش لعب تاني والله العظيم. انت النهارده ظلمت الدباغ وظلمت ادم كايد وظلمت البرازيلي الفينا ده وظلمت يا جدع. البرازيلي ايه ده؟ شبه علي الكسار، ده عيل عامل زي ميكيسوني. رقص امير عابد اللي عنده 45 سنه قال لك هو برازيلي اصفر برقص السامبا. يوه ده انتوا زيطه. وش كبالة بوش سعد دخل من هنا ترشمها من هنا. انت مش شايف يا كابتن اللي حصل ولا ايه؟ الكوره فاول ليا، ده كلام هاني. الراجل رد عليه بانذار، انت ما تعترضش عليا بانذار. فهاني قال له ليه ما اعترضش ليه يعني؟ وتديني انذار ليه؟ بقول لك الكوره فاول ليا، تمام؟ قال له لو اتكلمت تاني هديك الاحمر، هطردك. فهاني رد عليه قال له ما تقدرش. فهنا نقف. الحكم قال له ماشي طبعا، بس هنا نقف، لان الحكم في الاول وفي الاخر بني ادم. انا هنا لا بدافع عن ده ولا عن ده، بس هتكلم بواقعيه. ساعه لما قال له ما تقدرش، خلي بالك كان ممكن يطلع له الاحمر على طول على طول. وانا مستغرب ان لاعب بخبره محمد هاني، لاعب 300 او حاجه و60 ماتش مع النادي الاهلي، يتصرف تصرف زي ده ان صح، لان ده طبقا لمصادر قريبه جدا من الواقع. لو معروف قال الكلام ده فعلا، او لو هاني قال الكلام ده فعلا لمعروف، طبقا اللي عرفناه ان معروف بلغ الناس في اتحاد الكره بالكلام ده حقيقي. يا ريت بقى وهو بيكتب في تقريره ان هاني مش عارف قال له ايه، يبقى حط قفشه، عشان قفشه يتوقف معاه 4 ماتشات. حط كمان مصطفى شوبير من مره عشان جاب لنا وجع القلب. بيشيلوا رجلهم بالعافيه. قول لي عبد الله السعيد يلعب للدقيقه 84 ولا 83 ليه؟ اديني سبب. وضيعت ناصر ماهر، مره تحطه ناحيه اليمين ومره تحطه. يا عم قلنا لك الماتش اللي فات لما انت دخلته في نص الملعب جاب لك جون وعمل شكل وعمل خطوره وعمل اسيستات، وبقى هو ده مكانه الحقيقي. انما انت عشان تلعب عبد الله السعيد مطرف، بتلعبوا الشوط الاولاني ناحيه اليمين دي يا راجل. طب انت اول بدايه الشوط الثاني طلع واحد من الاثنين، وكنت خليت الدباغ ده ناحيه الرايت ونزلت ناصر منسي يا عم، واخد بالك؟ وشديت واحد من اللي هم اصلا
عواجيز في نص الملعب ودخلت ناصر ماهر جوه في نص، والله كنت كسبت. لان المقاولين ما عملش التكدس الدفاعي والكثافه العدديه الدفاعيه غير في اخر 5 دقائق 10 دقائق، اللي هو بقى عايز يحافظ على البونت وعايز ياخد النقطه والكلام. وانت لما نزلت راس حربه اللي هو ناصر ده، عمرو ناصر ده، يانيك فييرا سابقا، حاليا بقى شوف انت يانيك ايه. انزل يا زميلي، انزل يا زميلي، اتاكد انك مدينا لايك متين الفيديو، مشترك في قناه مجرس لكل حاله في كل مكان، لايكات لايكات. ويلا بينا نشوف عايز اسمعك ايه. يعني في سهر مع صحاب عادي، وفي سهر اللي هو ما يخلكش تاني يوم اصلا تقدر تروح التمرين. انا مش عايز افسر بالظبط، بس اكيد الناس فاهمه وعارفه يعني. لكن لا، هو في اسباب كتير، لكن انا الحمد لله مش الحته دي خالص. والناس واخده عني فكره اللي اسلام ممكن يسهر، اسلام بيشرب. انا الحمد لله ما بشربش حاجه خالص يعني. لو جبتي تحليل اي حد يحلل في مدار ما لعب، عايزين متحدث يعني رسمي وزاره الشباب. ما هو لسه انا سامعك دلوقتي. حتى انا قلت له بره الناس وانا واقف معاه، قلت لهم يا ريت يعني بجد يا ريت الموضوع ده مش لعيبه الكوره بس، الاداريين، المدربين، الجهاز الطبي، دي هتفيد مصر جدا وهتفيد. ليه بتقول كده؟ عشان في ناس بتشرب، عشان في ناس بتشرب. انا مش هكدب عليكي، لا في ناس كتير. لا انت تقصد اللعيبه ولا الاثنين؟ انا على قد كلامي وعلى قد مسؤوليتي الاثنين. على مسؤوليتك طبعا. بتقول الاثنين انت يعني طلع فضح الدنيا كلها، قال لك انا بشرب وفي اداريين بتشرب ولاعيبه بتشرب وانت بتشربي. لكن كان ممكن هاني يتفادى الطرد ده عشان صالح فرقته، والاهلي عنده ماتش قوي جدا وصعب جدا قدام غزل المحله. كان ممكن يا عم اريح دماغي. الراجل قال لك اخرج من هنا، اخرج من هنا، خصوصا ان في كواليس حصلت. عشان كده بقى هبتدي احكي لك ايه الكواليس. دقيقه كام؟ 82 الكره اتخطفت من الاهلي، راح فريق فاركو بهجمه على مرمى مصطفى شوبير، تدخل محمد هاني، او في الهجمه دي تحديدا كان في خطه لمحمد هاني خلال الهجمه، فعايز فاول، فراح اتكلم مع محمد معروف، فقال له يا كابتن انت ما شفتش الخطه اللي انا اتخبطتها ولا ايه؟ انا بحكي لك طبقا لمصادر مقربه جدا من، انت مش شايف يا كابتن اللي حصل ولا ايه؟ الكره فاول ليا، ده كلام هاني. الراجل رد عليه بانذار، انت ما تعترضش عليا، بانذار. فهاني قال له ليه ما اعترضتش ليه يعني؟ وتديني انذار ليه؟ بقول لك الكره فاول ليا، تمام؟ قال له لو اتكلمت تاني هديك الاحمر. يا راجل ده السما المصري تابت ودارت حاجاتها واشيائها، والحكام المصريه لسه. صحيح قد تتوب العاهره ولن يتوب التحكيم الفاسد. فكابتن محمد معروف كان عايز محمد هاني يخرج من اقرب نقطه، اللي هي النقطه اللي ناحيه غرف الملابس، المدرجات اللي هي ناحيه الدرجه الثالثه. فمحمد هاني ما سالش في الكابتن محمد معروف وراح اداله ظهره وعايز يخرج برضه من الحته اللي ناحيه الدكه، من نص الملعب لناحيه الدكه. فمحمد هاني كان عنده انذار، فراح كابتن محمد معروف يعني اعتبرها ان هي بيضيع وقت، رغم ان الاهلي كسبان 4-1 ويعني كده ما فيش تضييع وقت، ولكن ما التزمش بتعليمات الحكم وحسب قانون كره القدم اللي هو يخرج من اقرب نقطه. وبالتالي كابتن محمد معروف اداله انذار تاني وكارت احمر لمحمد هاني، ومحمد هاني كده هيغيب عن المباراه القادمه للنادي الاهلي. ثانيه واحده بس انشرق. المباراه كان بيتكلم مع كابتن محمد يوسف وقال كل واحد هياخد حقه، واللي محمد هاني قاله او الاحداث اللي حصلت كابتن محمد معروف هيذكرها في تقرير الحكم اللي هيتبعت للرابطه. مش عارف بقى محمد هاني قال حاجه يعني قال حاجه على كابتن محمد معروف وهو خارج، ما اعرفش. كابتن محمد معروف قال ان هو هيذكر كل الكلام اللي اتقال او الاحداث اللي حصلت في تقريره. لو كابتن محمد معروف قال ان محمد هاني مثلا قال لفظ ولا قال حاجه، ممكن محمد هاني يتوقف اكتر من مباراه. قفشه قال لفظ برضه، سماها بودني، يا ريت تكتب في تقريره كده. جابها. طب ما من الاول يا عمي، من الاول يا عم الفاضي، يعني مدرب فاضي جدا وقاعد يكتب لي ويعمل لي
والله العظيم احنا شايلين حمل، شايلين مدربين حمل، بس عشان المنظره، ومدرب ما اعرفش برتغالي ومدرب اسباني ومدرب يا عم ده ما عنده، ده احنا عندنا مدربين احسن والله احسن منهم، بس الجمهور ما بيصبرش عليهم. قلت لكم 100 مره، يا تجيبوا مدرب محترم يا اما ما تجيبوش مدربين زي دول جايين يعملوا اسم وياكلوا عيش وبعد كده يسيبك ويمشي. يعني جوميز السنه اللي قبل اللي فاتت ده كان هيبطل موهبه زي محمد شحاته. لو كان قاعد والله ما كنت هتشوف محمد شحاته ده، والله ما كنت، ده ما كان كأن مثلا في طار بينه وبين محمد شحاته ويلعبوا ناحيه الرايت ويطلعوا بره السكور. اخروا سنه لولا ان ربنا كرمه وغار في داهيه، والله العظيم ما كنتش هتشوف محمد شحاته ده. الواد محمد شحاته ده قطعه بتنقص نادي ميتلاند الدنماركي. الواد ده لازم يروح ميتلاند النهارده قبل بكره. بعترض على الكلام ده وانا مش موافق عليه يا احمد. اللي هو ايه؟ خلاص ان الاعلام اللي بيتابع هو اللي بيقول. مين هم الاعلام اللي بيتابع؟ كل اللي متابعين النادي لا الاهلي. طبعا كابتن احمد، لا ازاي كابتن احمد ممكن اقول بس حاجه، ممكن اقول حاجه صغيره بس يعني عشان بقى الكلام جاب بعضه. كابتن اكرام ده قبل ايام ما كانش مرمى النادي الاهلي. ويمكن في حلقه من الحلقات قريبه جدا لما سالتني شوبير الشناوي يقعد احتياطي لشوبير، قلت لك ايه؟ قلت لك يقعد. ما انا قعدت لشوبير لاحمد شوبير احتياطي، والله يرحمه ثابت البطل قعد لشوبير احتياطي، فما فيش في ازمه ان هو يقعد احتياطي. طيب قول لي بقى الخلاصه. الخلاصه؟ طب ما كنت زعلان من التعادل الاحتياطي؟ اكيد زعلان. ايوه ازعل حاجه. لا كنت زعلان يعني، بس ما بيبانش عليا. ليه؟ لان انا عايز مصلحه النادي. طب والمركز يميل في الاهلي والزمالك للتثبيت ولا التبديل؟ بص جزئيه بقى التثبيت والتبديل مع ثبات المستوى. يعني احنا دلوقتي مهيب بيقول لك ان دلوقتي محمد صبحي هو الحارس الاساسي او هو نمره واحد. مع ان من اسبوع ولا من 10 ايام كنتوا عايزين تمشوا محمد صبحي. ده كلام انا ما اعرفوش. لا ازاي بقى؟ لا مواقع والله. طيب مش باشا اللي بيدير جون ادوارد وجون سينا وتريبل اتش والشله بتاعت الدبليو دبليو اي، الناس دي منظر بس. عمل تقوم جاي حاطه ناحيه اليمين، ولما تيجي تغير تحطه ناحيه الشمال. يا عم انت ما تحط انت عبد الله ناحيه الشمال وخلي ناصر يلعب في الحته دي. والله حاجه تنرفز وتضايق. ويجي بقى الراجل اللي هو المعلق يقول لك عبد الله السعيد عامل مباراه هايله، والناس في الاستوديوهات عليه يقول لك عامل مباراه جيم. يا احنا اللي ما عندناش فكره يا ما انتوا ما بتشوفوش. ما انت بص على الشوط الاولاني كام كره اتقطعت منه، بص عمل كام اسيست. هو ده عبد الله السعيد بتاع الاسيستات وبتاع الشوط على الجون وبتاع الفاولات خلاص يعني. يلا تعادل عشان اللعيبه تفوق والمدرب يفوق. وعلى فكره والله العظيم عنده كل اللعيبه اللي جابها السنه دي. ادم كايد على الدباغ مش وحش، لعيب كويس قوي. لا ده من الواضح بالصلاة على النبي أن الأمور في متعوبة صارت سيئة، وواضح إن في إجماع على كده. حسنا نتمنى لهم الأسوأ.